بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة وصفات أم بهيان طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم هذه الحدوى إدمان وقنبلة وراهي محتلة المواقع التواصل الاجتماعي بزوج بيضات فقط. تجي هشيشة وبنينة وداك اللون تاعها تتفتت وتذوب في الفم. سهلة وسريعة، دفعة واحدة نحضروها في سنيوة واحدة. جربوها لقهوة الصباح ولا العشية. بسم الله. نبداو قبل نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها كاس تاع زيت، نفس الكاس نصف كاس سكر، نفس الكاس. نزيدوا نصف كوب من العسل، ونزيدوا رشه الملح، رشه الملح في الكاسرونه، رشه الملح، ونخلطوا بارد في بارد، بارد في بارد حتى يذوب شويه داك السكر يتجانس مع الزيت والعسل. نوضعوا الكاسرونه في النار على فوق نار هادئه. النار لازم تكون قليله 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 جدا. نخلطوا مليح حتى يتفاعل داك السكر، يذوب داك السكر مع الزيت والعسل. من بعد نضيفوا نصف ملعقه بيكربونات الصوديوم ونخلطوا جيدا. شوفوا داك التفاعل تاع البيكربونات مع الخليط، لازم الخليط يولي هكا ابيض. نخلطوا جيدا، نخلطوا هكا مليح، نخلطوا مليح جيدا حتى يولي داك الخليط ابيض. بهذه الطريقه نفرغوه في الغيسيبيون. فرغوه، فرغته وبديت نخلط باش يبرد معايا الخليط. نخلطو مليح 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 حتى يبرد الخليط. انا خليته واحد 10 دقائق حتى برد تماما. وليت باش تشوفوا كي يولي هنا كي يصبح الخليط هنا راه بارد. هذه المرحله نجيبوا البيض، 2 حبات تاع بيض، نزيدوا البيض لهذاك الخليط ونخلطوا جيدا. راه بارد الخليط ما نخافوش عليه. نخلطوا جيدا، نضربوا داك البيض مع الخليط جيدا حتى يذوب البيض مع السكر ويتجانسوا. شوفوا اللون اللي يعطيه لنا، تحسبوه كراميل. هنا نضيفوا 2 كوب من الدقيق في المرحله الاولى، 2 كوب فقط. بعد نزيدوا واحده خميره الحلوى ونجمع العجينه بسباتيولا ولا باليد. بهذه الطريقه نجمعوها ونشوفوا حتى يتلم الخليط حسب نوعيه الدقيق، حسب نوعية الدقيق اللي عندنا. نجمعو. هنا مازالت عندي، زدت الكوب الثالث. تصبح العجينة طرية وتلتصق، تتلم شوية بصح تلتصق. مازال خاصها الدقيق. هنا الكوب الرابع نضيفوه بالتدريج. ايوا الكوب الرابع درت النص، خلطته بسباتيولا هنا وبديت نخلط. انا ما سرحتلكمش الفيديو تشوفوا العجينة كيفاش قوام تاعها ولا. مهم تكون طرية وتلتصق في اليد، ماشي مثل عجينة الصابلي، لا تكون طرية طرية بزاف وتلتصق. أنا كملت الكوب مازالت العجينة تلتصق. اللون تاعها يكون ذهبي مثل لون الكراميل، ما الذوق تاعها تحس بيه كي تاكلي في الكراميل. بهذه الطريقة نصاي خلاص العجينة تلمت، صبح هكا القوام تاعها طري ويلتصق. نجيبو سنيوة كنت دهنتها بالزبدة والدقيق ونفرغو بهذا الشكل. نفرغو الخليط بهذا الشكل ويلتصق. غادي يعذبكم شويه صعب استعمال الزيت ويدك في الزيت، غطسي يدك في الزيت و
نجيب هنا مربى المشمش ونطلي كامل الكيكة. ما تقدروا تقلبوها على الوجه تاعها، انا درتها على الظهر تاعها يعني بهذا الشكل. نطلوها جيدا بالمربى، بعد نزينوها بأي شيء موجود عندك. أنا زينتها بالبقايا الكيكة اللي بقات لي، شيت هادوك طحنتهم وزينتها بهم. تقدروا تزينوها بالجوز الهند ولا كوكاو، ونقطعوها على شكل مقروطات أو مربعات وتكون جاهزة للتقديم. توالم القهوة العصر ولا قهوة الصباح، جات بنينة صدقوني، جربوها ما راحش تندموا. جات هشيشة وبنينة حسل، والشكل تاعها روعة. قطع أمامكم حبة شوفوها كيفاش جات هشيشة تذوب في الفم. صدقوني جربوها ما راحش تندموا. ما تنسوش أخواتي تدعموني بجيم واشتراك للقناة هكذا باش يوصلكم كل جديد وقناتي تطلع شوية. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. سلام.